الانيميا الموجوده وسطنا من البدايه طبعا في اسباب مرضيه، ممكن حد يكون عنده مرض من امراض الدم، لكن بشكل رئيسي انيميا ناتجه عن سوء التغذيه. فدايما تلاقي سوء التغذيه وبين قوسين الانيميا. احنا ما بناكلش كويس. انا واحد من الناس، انا مش تربيتي في القاهره، انا متربي في الوادي الجديد، كان طبق السلطه ملوش علاقه بالاكل. انا اتفاجئت لما جيت القاهره ان في ماتشنج، يعني الناس تقول لك نحط مخلل ما نحطش سلطه، نحط سلطه ما نحطش مخلل، مش لازم سلطه على الاكل. انا ما اتربيتش على كده. السلطه حاجه هتبقى موجوده طول الوقت. عارفه غير ايه؟ غير الخضره اللي هو الجرجير والكرفس والبقدونس والحاجات دي، غير السلطه، دول مش دعوه بالاكل، موجودين طول الوقت. طالع بتحبهم. فتجدي ان احنا لما كنا نيجي مثلا نعمل تحاليل دم واحنا داخلين الجامعه او غيره، بنجد الهيموجلوبين بتاعنا جاي من البلد 14 و 14 ونص. ما شاء الله. زمايلنا في القاهره 11، ده رائع، مع ان 11 ده انيميك. ايه الفكره في البدايه؟ هو متاسس على ايه؟ فهتلاقي اساس اولادنا دلوقتي واساس الشباب دلوقتي كارثه. فسوء التغذيه مع الاطفال سبب رئيسي من الانيميا، زائد كفاءة جسمك نفسه، كفاءة عظمك. الكرات الدم الحمراء بتنتج عندنا في الاسبلين في الطحال، وهو مخزن كرات الدم الحمراء، زائد ان نخاع العظام.